هو بيساعد في البيت زيه زيها. لو في طبخ هو ممكن يطبخ يوم ويا يوم، لو في تنظيف هو هينظف يوم ويا يوم، لو في اطفال هيقسموا المواعيد على بعض. اسماء الصحابه يعني مثلا اسامه بن زيد 17 او 18 سنه من عمره كان بيقود جيش. ده اللي هي بالنسبه لنا ده فتره المراهقه، اللي هو اللي الشاب بيبقى مش مسؤول عن تصرفاته، اللي هو ما اتعلمش يشيل مسؤوليه نفسه عشان يشيل مسؤوليه زوجه. بالمعظم القعده هتبقى كلام عن الستات. انا يعني عايز اجملها بس مش عارف. احنا صعبنا الحياه على نفسنا للدرجه ان الشاب يتجوز وهو عنده 35 سنه، وبنت تتجوز في نفس السن، وبيروح مثلا يتعرف على بنت ودي تبقى الجيرل فريند بتاعته، ويروحوا يعيشوا مع بعض في الشقه. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. أنا نويت كده بإذن الله إن احنا نتكلم مع بعض شوية، يمكن ربنا يجعل لي نصيب من اسمي. أنا عصام الدين. بإذن الله ممكن كده إن احنا نعمل سلسلة مع بعض كده، ممكن مثلا نسميها إزاي ضحكوا علينا، إزاي اشتغلونا، الفرق بيننا وبينهم، أيا كان نبقى نستقر على الاسم بعدين. المهم إن أنا يعني قلت استغل ان ربنا كرمني وعشت وعايش هنا، ما زلت عايش في اوروبا، في المانيا تحديدا بقالي 6 سنين، وعشت في مصر حدود 27 سنه. فيعني ربنا كتب لي ان انا اطلع على العادات والتقاليد والثقافه المصريه، ونفس الكلام على العادات برضو والثقافه الالمانيه. فقلت ليه ما نعملش بقى المقارنه ونشوف ليه الناس دي سبقتنا وليه هم طالعين واحنا بننهار، يعني احنا نكاد نكون خلاص مش باينين. فقلت نقارن بقى، نفكر مع بعض كده، نشوف ايه الاسباب، يعني ايه اللي وصلنا لكده وايه اللي وصلهم لكده. جاي في بالي حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها: الصحة، التعليم، الثقافة، الفكر، ستايل الحياة، الجواز والعلاقات. عارف انا نحب احنا نتكلم في حتة العلاقات دي. فيعني ممكن نبدأ حتى النهاردة كده يبقى كلامنا عن الجواز والعلاقات، ونشوف يعني نشوف ليه وصلنا لكده. يعني انا بالنسبه لي صراحه حابب ان انا ابدا بالاسره دي، لان الاسره هي اساس كل حاجه، يعني هي عماد المجتمع. يعني فممكن يبقى سبب كبير من اسباب انهيار المجتمع هو انهيار الاسره. فيلا بينا نقارن. جاهز قهوتك او شاي ويلا بينا. طيب، الفكرة بقى كلها بدأت من آلاف السنين لما ربنا خلقنا وخلق معانا فطرة الجواز، فطرة ان احنا بنميل للجنس الاخر. نيجي نبص على الانسان وعلى الكائنات الحية وعلى كل حاجة حوالينا، هتلاقي ان الكائن الحي بيبلغ بيتجوز، يعني ده هو ده الطبيعي، دي سنة الحياة يعني. ونيجي نبص على مرجعنا احنا بقى كمسلمين، مرجعنا الاساسي وهو طبعا الدين بتاعنا. فتلاقي ان الرسول قال لك اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، واللي هو لو ما عملناش كده دي تبقى فتنة بقى وفساد في الارض. وقال لنا برضو من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فدي كده دي تعاليم ديننا، اللي هو وقت ما تجهز ووقت ما تبقى خلاص كده بالغ قادر اتجوز. هو دي سنة الحياة وده ديننا. دي احنا بقى نعمل نيجي احنا نحط بقى عادات وتقاليد وحاجات مجتمعية بقى وعرف والكلام ده، ونوصل بقى ان سن الجواز بقى فوق 30. فاحنا ده بقى بالنسبة لي ده صراحة دي حاجة انا شايفها معضلة غريبة. يعني ايه اللي وصلنا ان احنا نبقى بنتجوز في الثلاثينات وفي اواخر الثلاثينات؟ دي حاجة صراحة مش منطقية يعني احنا ده غيرنا العرف وغيرنا الصح ووصلنا للليفل ده. انا ما بقولش ان ممكن مثلا ما نجوز الناس مثلا من وهم لسه صغيرين في 14 و15 والكلام ده، مع ان لو جيت تبص على الابهات وعلى الاجداد وعلى الامهات هتلاقي كتير قوي، يعني هتلاقيهم انت نفسك هتلاقيهم تعرفهم في عيلتك كانوا بيتجوزوا 16 و18 وما اعرفش ايه. يعني بس خير الامور الوسط، ماشي، دي حاجه. والحاجه التانية اصلا ان احنا عملنا بقى ليفلات بقى في الحياه، اللي هو بقى في مراحل تعليميه، وتخلص المراحل التعليميه بتلاقي بقى مراحل توظيفيه وكارير، وبعد كده انت لسه بقى مطالب عشان تتجوز ان انت تبقى مليونير وتلم شقه وعفش وما اعرفش ايه، والبنت لازم تبني كاريرها. فاحنا يعني بوظنا المعايير ووصلت للثلاثينات. يلا نقارن بقى نشوف الاجانب بيعملوا ايه.
اولا هو الاجانب هم مش صح، انا ما بقولش ان عشان بس ما حدش يفكر ان انا بقول ان اللي هم بيعملوه ده الصح. هم ما عندهمش فكره الجواز كجواز ورقي، هم عندهم حاجه اسمها معايشه، اللي هو بيروحوا يعيشوا مع بعض بالمعنى اللي احنا شايفينه. ده يعتبر جواز، بس هم ما بيكتبوش بقى وما بيسجلوش، ودي طبعا لاسباب تانية، والكارثه هم عملوها في نفسهم، ان هم خلوا ان مثلا لما يبقى في طلاق بيبقى في زي تقسيم للفلوس، ومثلا الزوج ياخد نص فلوس زوجته او الزوجه تاخد نص فلوس زوجها، بيبقى لها تقسيمات وحاجات كده، هم عشان يضمنوا الحقوق فعقدوها قوي، فخلوا الناس ما بقوش يتجوزوا يعني. وتاني حاجه مثلا زي ما شفنا مثلا السي او اللي كان في الحفله بيخون ده وبعد كده يتمسك، ده مثلا حاجه زي كده، ده يتاخد منه مثلا نص ثروته او حاجه كده. فيعني هو الموضوع خلاهم ان هم بقوا يخافوا من الجواز من الفكره الماديه مش اكتر. بس هم بالنسبه لهم بقى نيجي نبص على حياتهم، الناس دي بيمارسوا الجنس من وهم عندهم 16 سنة. يعني هنا في ألمانيا متاح مسموح إن من 16 سنة تعمل علاقة. وده احنا طبعا في مجتمعنا مثلا لو بنت فكرت تتجوز 16 سنة او شاب فكر يتجوز 16 سنة، فده كده انت مجنون، انت كده بترمي عيالك. ده كده ده البداية. من 18 سنة بقى، ودي الحاجة التانية، ان هم بيستقلوا بقى. الناس ايه، بتلاقي مثلا لو في شاب او حاجة بيروح بياخد شقة مع نفسه وبيصرف على نفسه، الحكومة بتديله معونة سنة، بس طبعا هو بيبدأ يشتغل، بيبقى ليهم شغل في وظائف للطلاب وبيبقى بمرتبات اقل. بس دي موجودة، بيروح يشتغل وبياخد شقة، بياخد شوية دعم من الحكومة وبياخد شقته، وبيروح مثلا يتعرف على بنت ودي تبقى الجيرل فريند بتاعته، ويروحوا يعيشوا مع بعض في الشقة. ده طبعا غلط، انا مش بشجع على حاجة زي كده، ده بالنسبة لنا في ديننا طبعا ده كفر، ولو حد فكر يعمل كده فهو يا اما هيتخلى عن دينه يا اما ضميره هيموته، فيبقى برضه هو دمر نفسه يعني. بس انا بتكلم بقى في المقارنة نفسها، ان لو هو ده عندهم الجواز، احنا ليه صعبنا الجواز عندنا ووصلنا للليفل ده؟ يعني احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ يعني احنا نفكر سوا دلوقتي وهنشوف ايه المشاكل اللي نتجت عن الفعل اللي احنا عملناه ده، ان احنا صعبنا الحياة على نفسنا للدرجة ان الشاب يتجوز وهو عنده 35 سنة وبنت تتجوز في نفس السن. هنفكر مع بعض برضه ونشوف ايه مشاكلها. بس يعني انا اللي انا مستغربه، احنا ليه وصلنا لكده؟ يعني ايه اللي حط ده؟ ولا ديننا بيقول كده، ديننا ابسط من البساطة. جالك واحد دينه كويس وخلقه كويس، اتجوزيه عشان ما تبقاش فتنة، هو ده اللي ربنا قاله لنا. وانت جاهز، عرفت بس ان انت تجيب مكان ولا حاجة تقعدوا فيها، اتجوزوا. ده الصح، ده اللي يخلي يبقى فيه استقرار. نشوف ايه المشاكل بقى اللي نتجت عن كده. بقى عندنا طريقة تفكير الشباب بقت بتتغير، طريقة تفكير الشباب يعني. دلوقتي مثلا لو هتقعد مثلا مع حد مثلا، ودي برضو انا حاجة بصراحة ما ممكن نتكلم فيها برضو، ان انت لو هتقعد مثلا دلوقتي مع شاب او حتى ممكن راجل كبير في مصر، بالمعظم القعدة هتبقى كلام عن الستات. انا يعني عايز اجملها بس مش عارف. بس يعني معظم القعدة ومعظم الكلام بيبقى عن الستات وعن البنات. هتقعد هنا مع الاجانب، لا ما عندهمش كده. ليه ما عندهمش كده؟ عشان هم عندهم اشباع. احنا مخنا اتغير، لان انت مثلا من اول ما بلغت مثلا 18 16 14 حسب بقى كل واحد كل بني ادم، من اول ما بلغت لحد ما اتجوزت، فانت لو هتتجوز حاجه و30 فانت بقالك 20 سنه هو الشغل الشاغل ليك هو الستات والبنات والبص والمعاكسات والسكرول والفرجة على الستات على النت ايا كان. وده لو ما يعني ربنا كرمك وما ادمنتش اباحية وعادة سرية وسكك بقى، سكك احنا غطسنا فيها وتفكير اتدمر، وفي مرحلة عمرية لشباب بتضيع. يعني فترة العشرينات دي هي فترة البناء، فترة ان انت تبدأ تفكر وتبدأ تشتغل وتبدأ، وهو ده اللي الاجانب بيعملوه. يعني هو استقر نفسيا، عمل الفطرة بتاعته اللي ربنا خلقه عليها بيعملها. خلاص هو يعني ما فيهوش بقى حته بقى المطاردات اللي احنا عايشينها دي، حته فكره الفيديوهات مثلا اللي بنشوفها بتاعت ذكر البني ادم في موسم التزاوج. يعني حد عنده طاقه وعايز بقى يبقى مبهر وعايز يتعرف او عايز يصاحب او عايز يعمل، فتلاقي تصرفات عجيبه بتطلع. فيعني الوضع صراحه بيبقى غريب. يعني ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه فتره العشرينات اللي فيها الطاقه دي تضيع في الهوا كده؟ ده بتضيع على، تلاقي انت تسال شاب كده مثلا
مثلا 30 مش متجوز، هتلاقيه 15 ولا 20 سنة هو نفسه مش عارف ضاعوا ازاي منه. فرجة على النت وتقليب في فيديوهات وإباحية ونزول في الشارع ويصاحب بنت هنا ويصاحب بنت هنا، ومش عارف يتجوز عشان هو مش جاهز للمتطلبات اللي مجتمعنا فرضها علينا، اللي هو شاب عايز يتجوز، عايز يجيب شقة تمليك، وعايز يجيب عفش، وعايز يجيب اوض، وعايز يجيب أجهزة وشقة مفروشة، والبنات نفس الكلام. وحاجة تانية برضو، يعني أنا برضو مش هعيب مثلا في أهل البنت إن هم عندهم المتطلبات دي، على قد ما انا مقدر ان هو برضو الشباب عندنا بقى عندها قله تحمل مسؤوليه غريبه. ودي برضو ان بعض الاهل طبعا الا ما رحم ربي ما بيخليش ابنه يشيل مسؤوليه. هنا مثلا في اوروبا انت الشاب 18 سنه بينطلق زي ما كنت لسه بقول، وهو بيشتغل وهو بيصرف على نفسه وهو بيشيل نفسه وهو بيتحمل وهو بيدفع ايجار وهو بيعمل كل حاجه. حتى بيبقى عايش في مدينه تانية اصلا غير اللي اهله عايشين فيها. يعني هو بمجرد 18 سنه ده هو مثلا هيروح بقى جامعته، يبقى خلاص كده طالب بيعيش مع حاله، بيعيش لوحده، بيروح دراسته وهو بيشيل مسؤوليه نفسه. مفيش بقى قوم يا ابني ذاكر، وقوم يا ابني روح الجامعه، وقوم يا ابني كل، وانزل يا ابني معرفش ايه. مفيش الكلام ده. ليه؟ وتلاقي بقى الاهل بقى ده ايه، لا ده خايفين على ابنهم ان هو يعمل، وخايفين على ابنهم ان هو يشتغل، وخايفين ان هو ينزل، وخايفين ان هو يطلع. فمفيش تحمل مسؤوليه، فهو مش قادر ما اتعلمش يشيل مسؤوليه نفسه عشان يشيل مسؤوليه زوجه. فبرضه ده يعني دي الحاجه التانية. يعني احنا ما علمتش الشاب من صغره ان هو يتحمل المسؤوليه ويطلع يبقى راجل، يطلع يبقى كفء. وفي نفس الوقت في الناحيه التانية تغالي في الطلبات وتغالي في التامين للجواز. فخلاص بقى مشروع معقد. يعني احنا عقدنا فكرة الجواز، ما بقينا نوصل لمرحلة ان لا خلاص يعني. لكن هنيجي نبص مثلا على الصحابة، تلاقيهم كانوا بيخشوا حروب وهم في سن 10 سنين و11 سنة، وفي كانوا بيقودوا جيوش 17 سنة. يعني احنا ممكن نفتح ChatGPT مثلا كده نبص على اسماء الصحابة. يعني مثلا أسامة بن زيد 17 او 18 سنة من عمره كان بيقود جيش. ده اللي هي بالنسبه لنا ده فتره المراهقه، اللي هو اللي الشاب بيبقى مش مسؤول عن تصرفاته، اللي هو احنا ربنا اصلا حط علينا التكاليف من فتره المراهقه، واحنا بنقول ان ده شاب مراهق، وعلمناه ان في حجه اللي هو في شماعه. انت شاب مراهق فانت عادي ان انت تروح تشرب مخدرات، انت شاب مراهق فعادي ان انت تروح تدور على بنات وتصاحب. لا يا عم، نبدا نفكر في الصح، نبدا نفكر في العلاقات المشروعه في الجواز، ونربي اجيال تعرف تبقى رجاله وتتحمل مسؤوليه. وبعد ما يتجوز يبقى فتره العشرينات دي بيبني نفسه. يعني انت هي فتره العشرينات دي انت عندك الطاقه ان انت تقعد تذاكر وتقعد تجتهد وتروح الجامعه وتنزل تشتغل وتعمل لنفسك كارير وتاخد خبره. لا الفترة دي ما ينفعش تبقى بتضيع في هلس وفي قهاوي، وتخش بقى عندك كابت فتخش على الموبايل. طبعا الموبايل بقى في ايدينا 24 ساعة بتسكرول، انت شايف بنات يمين وشمال في الجيم ومش عارف ورقاصة وايه، وعمال بقى غرقان. يعني الشاب بقى غرقان. وللأسف الأهالي والأبهات والأمهات كلهم دلوقتي مدركين إن عيالهم غرقانين وبيتفرجوا. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ يعني انت لو بصيت مثلا على مثلا الشباب والبنات في الجامعه، هم عايزين يتجوزوا بس هم عارفين ان تلاقي مثلا 2 حبوا بعض وعايزين يتجوزوا، بس لا الاهل ازاي الشاب لسه مش جاهز واحنا عايزين واحد يبقى فارش وعامل ومسوي، والبنت لا انت لسه لازم تبني كاريرك وتبني حياتك. وزي ما كنت بتكلم في الفيديو اللي فات بقى نبدا بقى ايه نحفز البنات، لا ابني كاريرك وابني حياتك، ما تتجوزيش، ما تعفيش الشباب شاب وانت ما تعفش نفسك، ولا انطلقوا بقى عيشوا. يعني فلا الوضع ده وضع ما ينفعش. يعني وضع ما ينفعش صراحة. لازم دي حاجة من الحاجات اللي دمرت أسر ودمرت شباب، وللأسف بتأثر على الشباب بعد الجواز. يعني لو شاب اتعود على الاستثارة بطريقة معينة، أو لا قدر الله أدمن إباحية أو حاجة من الحاجات دي، فهو خلاص يعني حتى بعد الجواز هيبقى حياته متأثرة، مش هيبقى طبيعي. انت حد مثلا تخيل كده واحد 20 سنة اتعود على أفعال معينة أو اتعود على طريقة معينة للحياة أو للاستثارة أو أيا كان، تغييرها بيبقى شبه مستحيل. فيعني ليه بنعمل في نفسنا كده؟ يعني احنا لو هنفكر في الاجانب اللي هم اصلا لا يتريق، ممكن مثلا اللي هو تلاقيهم بيعيبوا علينا مثلا في ان ايه ده انتوا بتتجوزوا بدري، انتوا بتبوظوا. لا هم بيعملوا اوسخ مننا.
16 سنة. يعني انا بقول لك ان في القانون 16 سنة متاح لها ان هي تعمل علاقة، وحتى لو مع حد كبير 16 سنة. يعني انت متخيل 16 سنه؟ دي بقى لو احنا مثلا اللي كنا عاملين حاجه زي كده. يعني احنا سن الجواز في مصر اعتقد من 18 سنه، معرفش لو اتغير ولا لا، بس احنا لو مثلا حد اتجوز 16 سنه لا ده احنا نهينه، انت ازاي وانت ازاي. لكن هي عندنا هنا بره في المانيا لا عادي، علاقه اعملي علاقه من 16 سنه، من 18 سنه روحي صاحبي واقعدي في بيت وبراحتك وما تعيش مع اهلك. فهم عندهم عادي، احنا عندنا لا عيب. فلا الموضوع غريب صراحة. أنا نفسي مش قادر أفهم ليه عملنا في نفسنا كده يعني. نيجي بعد كده بقى يعني عندنا فكرة بقى العلاقات وما قبل الجواز. نخش بقى على فكرة الجواز نفسها، يعني الأسرة نفسها. الأسرة الألمانية هنا بقى إيه؟ يعني هم عندهم زي ما كنت بقول كده، مثلا يوم الحد ده يوم للأسرة. تيجي تبص تلاقي مثلا إيه، يشتغلوا طول الأسبوع، بيناموا في بدري، بيناموا على الساعة مثلا 8، على الساعة 9، على الساعة 10، يصحوا بدري يروحوا شغلهم، يرجعوا يقعدوا مع أسرتهم. ممكن الجمعة ممكن السبت ينزلوا يخرجوا أو ينزلوا يروحوا بيروحوا بارات. الحد ده للأسرة، فهم حياتهم مغلقة. مفيش بقى حته ان انا بنزل اقعد على قهوه. يعني هنا القهاوي مثلا اللي فتحت هنا في عندي في المانيا، في الحته اللي انا قاعد فيها، انا قاعد في دوسلدورف، اللي قاعد فيها عرب. يعني هم برضه العرب برضه اللي بينزلوا يقعدوا على القهوه كل يوم، يخلص شغله ويرجع على القهوه. فانت برضه لا، فين حق اسرتك؟ فين حق بيتك؟ لا لازم ترجع تقعد مع اسرتك، تقعد مع اهلك، تقعد مع اولادك، تربي تعلم. نيجي برضو نقارن بقى حاجة تانية بقى، هي فكرة طريقة تعامل الأسرة مع بعضها. دي بقى هنا بقى، ودي معضلة بقى اللي فيها الاختلاف دايما. الأسرة الأجنبية مختلفة عن الأسرة المصرية في طريقة التعامل بين الراجل والست. الراجل والست المصريين دايما متعارف عليه ان القوامة عند الراجل هو اللي بيشيل المسؤولية، هو اللي بيشيل مراته، هو اللي بيتحمل التكاليف المادية، وهو اللي بيشتغل، وهو اللي بيصرف. والست ما متعارف عليه برضو ان مسؤولياتها بتبقى البيت، بتبقى الاطفال اكتر، لان هي اكتر قاعدة مع الاطفال، المطبخ، الاكل، الحاجات دي كلها ده متعارف عليه. وده المفروض سيستمنا اللي احنا عايشين بيه. الاجانب ليهم سيستم تاني وهم مستقرين بيه. انا مش بقارن بقى اقول انهي الاحسن وانهي الاوحش، انا اقول دلوقتي المشكله فين. الاجانب بيتعاملوا بنظام مختلف، ان الراجل والست واحد، ان انا زيك. من حيث ايه بقى؟ من حيث كل حاجه. الراجل بيصرف على نفسه، الست بتصرف على نفسها. الراجل بيدفع نص ايجار البيت، يعني هنا العقود بتاعت الشقه لما حد اتنين بيأجروا بتتعمل عقد شرك، وكل واحد ليه ذمته الماليه بيدفع النص بتاعه. يعني لو الشقه مثلا ب 1000 يورو، هو بيدفع 500 وهي بتدفع 500. بيروحوا الماركت يشتروا طلبات البيت، يشتروا اكل، يشتروا حاجه، بيدفع كل واحد لنفسه. او ممكن بقى يكونوا ايه، بيمشوها بالحب او بيتحاسبوا مع بعض. بس هي الفكره كلها قايمه على ايه؟ ان هم ليهم كل واحد ذمه ماليه مختلفه. هو حساب بنك وهي حساب بنك، هو بيقبض وهي بتقبض، هو بيصرف على نفسه وهي بتصرف على نفسها. حتى العيال بيقسموا المصاريف بتاعتهم. والناحيه التانية بقى ايه؟ هو بيساعد في البيت زيه زيها. لو في طبخ هو ممكن يطبخ يوم ويا يوم، لو في تنظيف هو هينظف يوم ويا يوم، لو في اطفال هيقسموا المواعيد على بعض، هيقسموا المسؤوليات، انت هتودي المدرسه وانا هجيب، بيقسموها مع بعض كده بالتساوي. ماشي تمام. دي كده عاداتهم في الجواز. احنا عاداتنا زي ما انا ما قلت ايه، الراجل هو اللي مسؤول عن الماديات والحياه والحمايه والمسؤوليه والكلام ده، والست عن البيت. المشكله بقى تيجي امتى؟ تيجي لما احنا نبص عليهم وتلاقي مثلا ايه، الراجل يقول لك لا ده بص، ده انا ليه الراجل الاجنبي ده عايش مرتاح، ده بيدفع يدوبك لنفسه ومالوش دعوه باي حاجه تانية، حتى الفلوس بتتقسم. فيبقى شايف ان هو لا، ده انا كده، دي مراتي بتاخد كل فلوسي، يعني المفروض ما اعملش كده. فيبدا ايه، يمشي في السكه الغلط، ان انت خدت نص، خدت حته، خدت عارف انت اللي هو خدت وش الحاجه. لا ما تاخدش، خد كله على بعضه بقى، خد كمان الوحش. والست نفس الكلام، تيجي تبص، ده بص الراجل الاجنبي ده بيهنن مراته، ده بيخدمها، ده بيساعد، ده بيروح يشغل الغساله ويطبخ معاها ويعمل. طب ما انت برضه خدت النص. يعني هل انت تقبلي ان انت لو مثلا تتجوزي واحد يجي في يوم ما تعرفيش تدفعي مثلا ايجار الشقه، يقول لك ماليش دعوه، اتصرفي، دي مسؤوليتك؟
ويسيبك مثلا تتحبسي، ولا يسيبك انت يبقى عليك ديون ايا كان. فده انت هتبص، يبقى خد الكل، ما تبصش الحلو. حتى تلاقي مثلا راجل مثلا يروح يتجوز اجنبيه، يبقى شايف بقى الجزء الحلو، الله ده اما بتصرف على نفسها وشايله نفسها. وبعد كده يجي يتفاجئ، لا طب اطبخ بقى معايا، لا طب لو خلفنا بقى، لا انت هتشيل معايا في العيال وهتربي معايا وهتتحمل مسؤوليه وهتروح وهتودي. فما ينفعش ان احنا نبص على جزء ونسيب الباقي. لو انت عجبك حياه الاجانب، شوفها، خدها على بعضها، خدها بحلوها بالوحش بتاعها. لكن نقعد نبدل بقى وننقي، ده ما ينفعش، ده خراب يعني. فمجتمعنا احنا بقى دلوقتي ايه، بدأ يبقى في فكرة ان الست بتشتغل، فبدأ يبقى في بقى ايه المشاكل دي بقى. طب المفروض الراجل يصرف، طب ويساعد في البيت، فيحس الراجل ان هو لا ده انا مظلوم. والعكس، تلاقي مثلا راجل لا ده انا مش هصرف، انا هصرف على نفسي، فتلاقي الست لا ده انا مظلومة. فانت عايز تبص بره وعايز تشوف بقى الطباع دي، عايز تعيش عيشتهم برضو انت ومراتك، لو انتوا الاتنين راضيين عيش. يعني هي في الاول وفي الاخر الموضوع لازم يوصل لليفل ان احنا الاتنين نبقى مرتاحين نفسيا، ان انا بقدم حاجات وانت بتقدمي حاجات، انا قابل بالحاجات اللي انت بتقدميها وانت قابله بالحاجه اللي انا بقدمها، احنا الاتنين مبسوطين، خلاص عيشوا. وهو ده اللي الاجانب واصلين له، ان هم الاتنين واصلين لليفل ان هم مرتاحين نفسيا بالحياه دي. في منهم ماشي بدأ مثلا يبص مثلا ان لا انا عايز اعيش حياة مختلفة، ونفس الكلام عندنا. بس ما ينفعش ان انا انقي حتة. خلاص عندنا مثلا دلوقتي الستات بتشتغل، فهنا بقى تبدأ المشكلة بقى، الراجل يصرف ولا الست تصرف؟ ما دام انا بشتغل، طب انت الراجل هيساعد ولا مش هيساعد؟ بس فانا من وجهة نظري يعني الحل للمشكلة دي ان يبقى في اتفاق. يا اما احنا هنتعامل بمعاملة الطابع المصري والطابع العربي الاصيل القديم، ان احنا كل واحد ليه مسؤولياته، يا اما هنبدأ ان احنا نتفق بقى مع بعضينا على طريقة الحياة يعني. بس الكلام ده لازم بقى يحصل ايه من الفترة اللي هو قبل الجواز، يعني يبقى الاتفاق ده قبل الجواز، احنا نتعامل مع بعض ازاي، هل الراجل هيصرف، هل الست هتصرف، هل هيساعدوا بعض، هل هيقسموا الحياة ويقسموا البيت. اهم حاجة ان نوصل لمرحلة ان احنا نبقى احنا الاتنين مستقرين في طلباتنا، وما فيش طرف يفتري على طرف، ما فيش طرف يجي على حد يعني. كل واحد يعمل اللي هو شايفه هيبقى مريح ليه، ونوصل للاستقرار النفسي. ونرجع بقى للنقطة الأساسية بقى. يعني أنا صراحة نصيحتي هنا إن إحنا يعني نبدأ نرجع لديننا، ونرجع للأصل، نرجع لطبيعة الإنسان، إن إحنا تسهل على بعض. وبطل لما صاحبك يجي يتجوز تقول له ليه بتعمل في نفسك كده، خليه يتجوز في الحلال احسن ما يروح يصاحب في الحرام. نسيب شاب وبنت عايزين يتجوزوا، نهدي الطلبات ونربي عيالنا كويس ونخليهم يتحملوا مسؤولية ونسيبهم يطلعوا لسوق العمل. وفكرة ان احنا فعلا ندي الفرصة للشباب ان هم يتجوزوا بدري، دي هتساعد ان الناس تبدأ تفكر وتبدأ تبدع وتبدأ تركز في حاجات تانية غير بقى اللي هو ايه، الصياعة والخروج والصحوبيات والكلام ده. لا، خليه يوجه الطاقة دي احسن للعلم وللشغل وللخبرات وللتجارب. الحاجات دي كلها بتضيع مننا والله، بتتسرق مننا واحنا مش شايفين. بنضيع احسن سنين العمر في الجري ورا كلام فاضي خالص. حتى الاجانب لما بيتجوزوا ما يفرقش معاهم موجود ايه جوه الشقة، ولا هيجيبوا ايه، هو خاتم وخلاص على كده. الله ربنا ييسر لنا الحال ويهدي الجميع، والله غالب.